السلام عليكم متتبعي قناة كوثر للاستفادة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو، لكن ماشي اي سلو، سلو اللي كيجي رائع جدا بكل معنى الكلمة، بشكل احترافي، كيجي معلك وكيجي لذيذ في المذاق وكله مكونات صحية 100%. يعني فقط تبعوا معايا الطريقة بالتفاصيل المملة، حقاش بزاف ديال التفاصيل مهمين جدا لنجاح هاد السلوك، خاصة بالنسبة للمبتدئات، لا سواء بالطريقة ديال التنقية ولا ديال التحمار ديال المكونات ديالنا ولا الخلط ديالها. فما غاديش نحتاجو كمية كبيرة من الزيوت، فقط زيوت طبيعية ديال اللوز وديال الكاوكاو. غادي تشاهدوا معايا الطريقة ان شاء الله. شوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيجي، والتعليكه كتجي رائعه، وواحد التقرميشه وواحد المذاق رائع جدا. اول مكون غادي نبداو به اللي هو الشعير، المكون الرئيسي ديال هذا السلو اللي هو الشعير. كما كتلاحظوا معايا خديت الشعير وطحنته جيدا، يعني كتاخذوا الكميه اللي بغيتوا المطحنه وكتقولوا لهم طحنوه جيدا، وكناخذوه وكنحمروه كما كتشوفوا. بالنسبه للتحمار النار كتكون مهيله باش ما كتحرقش لينا، لان اللي تحرق كيعطي المروره في السلو. شوفوا معايا هنايا، هذا هو يعني التحميره ديالو. فهنا بالنسبه للاضاءه جا باين بحال صفر شويه، لكن هو راه اللون ديالو مغلق. يعني حاولوا تردوا البال ما تحرقش، في نفس الوقت حمروه مزيان، النار تكون مهيله. من بعد كنغربلوه. شوفوا معايا كنحيدوا هذا الحسك اللي كيكون فيه، حتى كنحصلوا غير على هذا الدقيق الرطب، يعني ما يكونش فيه نهائيا الحسك. يعني ممكن انكم تحمروه وتعاودوا تحمروه. فهنايا خديت الصوجة اللي حتى هي حمرتها يعني على نار مهيله. شوفوا معايا كنبقى نحمرها حتى كتبقى تطرطق. ايضا اللان حتى هو بنفس الطريقه، هادشي ما كيتغسلش، فقط كنشفوه شويه. شوفوا معايا النار، فالنار كتكون متوسطه قريبه المهيله. فهذا هو السر، ان هاد المكونات يتحمروا معكم جيدا. بالنسبه للزنجلان حتى هو خديته ونقيته وغسلته وشمشته، وغادي نحمرو معكم في الفرن. يعني حيت عندي كميه كثيره، فالطريقه ديال التحمير ديالو من الاحسن هكا ديروه في الفرن، بغيتو تحمروه فوق البوطه ما كاينش مشكل. شوفوا معايا النار، فانا كنتعمد انني نصور لكم النار. فالنار كتكون متوسطه، ما كتكونش مهيله بزاف، ما كتكونش مجهده. ممكن تشعلوا عليه الفوق والتحت، ممكن تشعلوا عليها غير من واحد الجهه مع التحريك المستمر. هذا اللوز بنفس الطريقه حتى هو غادي نحمروه في الفرن. غادي نكب عليه تقريبا واحد ملعقه ديال الزيت، غادي نحركو وغادي نوضعوه في الفرن. فهاد الملعقه ديال الزيت غير كتساعدو انه يتحمر بسرعه. فبالنسبه للمبتدئات ما كنصحكمش، من الاحسن لانه هو خاصك تبقاي تقابليه، لانه هو كيسرع له العمليه يعني انه يتحمر بالمقارنه مع الا ما دهناهش بالزيت. هذا هو الدور ديال داك الزيت. فالا ما بغيتوش ديروه ما ديروه. شوفوا معايا كنبقاو نحركوه حتى كيبان لينا اللون ديال اللوزه ولا قهوي من الداخل. حاولوا هاد المكونات كلها ما تحرقوهاش، لان الحرق كيعطينا واحد المروره في السلو ما كيجيش زوين. شوفوا معايا كنقسم اللوزه كيعطيني محمره من الداخل صافي. فهنايا وجد ليا. وبنفس الطريقه كاوكاو حتى هو كناخذو. خديت هنا كاوكاو البلدي. ففي اخر الفيديو غادي نعطيكم العبارات كلها، ملي غادي نكونوا كنخلطوا سلو غادي نعطيكم العبارات مضبوطه. هنا فقط كنوريكم الطريقه كيفاش كنحمروا وكيفاش كنقيو هاد المكونات. كنقيوه كيكون فيه اللي كتكون يعني ما زويناش. من بعد حتى هو ضفت له واحد شويه ديال الزيت، وغادي ندخلوه للفرن بنفس الطريقه مع التحريك المستمر. هذا حتى هو هاد الكاوكاو الغليظ والكاوكاو البلدي الرقيق. اي كاوكاو، اي نوع كاوكاو بغيتو تستعملوه فما كاينش مشكل، بحال بحال. صافي شوفوا معايا حتى كيبقى يتقشر لينا وكيتحمر لينا من الداخل، لكن العافيه مهيله. واخا كيبان لكم راه هو بحال بدا كيتحرق، ولكن هذيك غير القشره ديالو مع داك الزيت كيعطي داك اللون هكاك. حتى اللوز بنفس الطريقه عاوتاني غادي نوضعوه في الفرن، لكن ضروري تفسخوه، يعني توضعوه في الماء طايب وتسناو عليه حتى يرطب. ومن بعد كنقيوه وكنشفوه من داك الماء مزيان، لان ضروري تنشفوه مزيان باش هكا ما يتعطلش لكم في الفرن. كنشفوه من داك الماء مزيان، حتى هو كنوضعوا له واحد شويه ديال الزيت، يعني غير ملعقه، ما تكثروش الزيت بزاف، غير شويه كي كيتلبس لينا بالزيت تدهن. صافي عاوتاني كنوضعوه في الفرن، والنار كتكون الفرن يكون سخون. ماشي مشكل انه يكون سخون، ولكن النار ديالكم تكون كما كتلاحظوا معايا في الصوره تكون متوسطه. صافي كنبقاو نحركوه حتى كيتحمر. شوفوا كنقسم اللوزه وكنحس بها مقرمله، يعني كيبقى مقرمل. صافي هنايا ساليت المكونات ديالي كلها بالتحمار. غادي نبداو في عمليه ديال الطحن. بالنسبه للطحين ديال اللان وديال الصوجه
وراهم قاصحين فخصهم يطحنوا مزيان. من الأحسن اللي ما عندوش هاد الماكينة كطحن مزيان يخرجها عند العطار وطحنوه مزيان حتى كيولي لنا بودرة، يعني لأنه هما قاصحين شوية في الطحين. صافي كما كتشوفوا فهذه هي الصوجة ديالي بنفس الطريقة كما طحنت إيلان، ومن بعد غادي نغربلوهم. فهذا كاوكاو حتى هو غادي نطحنو، ولكن باش يولي ليا هكا مزيت، يعني الشكل ديالو سائل. فهذا هو السر ديال التعليكه ديال السلو، وديال ايضا انه ما يحتاجش لنا كميه كثيره د الزيت. فهاد السلو هذا ما غاديش نستعملو نهائيا الزيت بزاف، حتى اللي بغى ما يستعملش نهائيا الزيت فممكن على حسب القوام ديال السلو كي بغيتوه. فبنفس الطريقه طحنت عاوتاني اللوز كما كتلاحظوا. فهاد الماكينه هذه كطحن يعني مزيان. صافي طحنته مزيان حتى كيولي ليا هكا كيطلق الزيوت ديالو كيولي ليا سائل. فكلما طحنتوا اللوز ديالكم ولا كاوكاو ولا جنجلان مزيان وطلق الزيوت ديالو فما كتحتاجوش. شوفوا معايا ما شاء الله يعني مطحون مزيان يعني سائل. فما غاديش تحتاجوا كميه ديال الزيوت في السلو او لا الزبده. بنفس الطريقه غادي نطحن الجنجلان حتى هو، يعني الجنجلان اللي حمرناه. فهنايا انا سرعت الفيديو باش ما نكثرش عليكم الطريقه وتجيكم ممله. فملي غادي نساليو هاد المراحل غادي نعطيكم يعني الكميه مضبوطه ديال كل حاجه. شوفوا معايا عاوتاني الزنجلان، غير هنا الزنجان ما بغيتش نطحنو انا اكثر من خليته شويه بخاليني، يعني خليته شويه ما جريتوش بزاف. ولكن نتوما الا بغيتو تزيدوا يكون جاري اكثر من هكا فغير كتستمروا في الطحن ديالو حتى كيولي هكا. ما عندوش شي طحانه كطحن مزيان ممكن تخرجوه عند العطار ويطحنوا لكم على هذا الشكل. هادو هما المكونات من بعد ما سالينا التنقيه، من بعد ما حمرنا المكونات كلها. فهادو هما المكونات ديالي كلهم. يعني بالنسبه للعبارات مضبوطه عندي هنايا كيلو ديال الزنجبان اللي محمر وطحنته جيدا على هذا الشكل، يعني على شكل بخاليني. عندي كيلو ديال اللوز اللي حمرته بالقشر ديالو واللي طحنته حتى هو على هذا الشكل حتى كيطلق لينا داك الزيت ديالو ويولينا سائل. وعندي ايضا كيلو ديال الكاوكاو، اي نوع ديال الكاوكاو سواء الغليظ ولا الرقيق اللي محمر بالقشر ديالو كنطحنوه حتى كيولي لنا سائل. هنا عندي نص كيلو ديال الزنجلان، وعندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي مهرمش، يعني اللي هرمشته على هذا الشكل. وعندي نص كيلو ديال اللوز. يعني في المجموع عندي كيلو ونص ديال الزنجلان، كيلو ونص ديال الكاوكاو، وكيلو ونص ديال اللوز. عندي 250 غرام ديال الصوجه و250 غرام ديال الإيلان اللي طحنتهم جيدا، خصهم يطحنوا جيدا ويتغربلوا. وهنا عندي العسل نحاولوا تكون نوعيه جيده. فاللي ما بغاش يدير السكر يكون 100% سلو صحي يخلطوا عيب العسل الحر. فبالنسبه لهنايا عندي القرفه والنافع وحبه حلاوه والمسكه الحره. عندي 4 ديال الملاعق كبار من كل حاجه، 4 ديال الملاعق كبار من القرفه والنافع وحبه حلاوه. وهنايا عندي الدقيق ديال الشعير، عندي 2 كيلو ديال الدقيق ديال الشعير اللي حمرناها وغربلناها. يعني 2 كيلو الدقيق من بعد ما غربلناه، ماشي قبل ما نغربلوه، حتى كنغربلوه كنعبروا 2 كيلو. فاللي بغى ما يضيفش السكر كلاصي نهائيا فيخلط السلو ديالو غير بالعسل. فهنايا انا غادي نخلط هاد المكونات بربع لتر ديال العسل، وغادي نضيف شويه ديال السكر، يعني 200 غرام ديال السكر، لان الحلاوه كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد، ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا. اللي ما بغاش يستعمل نهائيا السكر يزيد العسل في بلاصه السكر. يعني ممكن توضعوا حتى النصف لتر ديال العسل على حسب الكميه ديال الدقيق اللي عندكم. صافي كناخذ واحد الاناء باش نخلطوا المكونات كلها. كنوضع الدقيق ديالي، كنوضع الصوجه وإلان والقرفه، حبه حلاوه والنافع. بالنسبه لحبه حلاوه والنافع ما صورتش معكم الطريقه ديالها فراها باينه. كناخذوها وكنقيوها، غير كنمسحوا هاد المكونات كلهم، غير كنمسحوهم ما كنغسلو حتى شي حاجه. لان النافع وحبه حلاوه الا غسلتوهم راه كيمشي منهم الجهد ديالهم. الحاجه الوحيده اللي كنغسلو هي الزنجلان، لان كيكون فيه الحجيرات وكيكون الا كان خصوصا الا كان البلدي فكيكون موسخ ضروري خصنا نغسلوه. وحتى الرومي يعني من الاحسن نغسلوه وشمسوه ونقيوه مزيان. اما باقي المكونات فقط كنقيوهم جيدا وكنمسحوهم. فبالنسبه لنا فحبه حلاوه غير كنصهطوهم، يعني ما كنحمروهمش، غير المقله كتكون سخونه وكنهديوهم ونجيبوهم واحد شويه باش كيسهل علينا اننا يعني نطحنوهم جيدا وطحنوهم مزيان وغربلوهم. صافي من بعد كنوضعوا المكونات ديالي كلها. هنايا بالنسبه للعسل من الاحسن تكون نوعيه جيده،
فإلا ما توفرش عندكم نوعية جيدة، من الأحسن استعملوا غير السكر كلاصي فقط. الزيت عندي هنايا ربع لتر ديال الزيت، فما غاديش ندخلو حتى غادي نخلط هاد السلو كامل، وغادي نشوف القوام ديال السلو واش غادي نحتاج انني نضيف الزيت ولا لا. فبالنسبه للزيت من الاحسن تكون حلوه، يعني يكون المذاق ديالها حلو، ما تكونش مانعه ولا فيها شي مروره، باش ما تعطيش شي مروره للسلو. فبالنسبه لهنا راني ضفت الكوزه، لانني نسيت ما ضفتهاش ما حطيتهاش مع المكونات في الاول. واحد الحبه ديال الكوزه كنحكوها مزيان وكنغربلوها ونضيفوها للسلو ديالنا، فكتعطي المذاق حتى هي زوين. صافي شوفوا معايا من بعد ما خلطت السلو ديالي كامل ها هو مرمل، يعني الناس اللي كيعجبهم السلو مرمل فما يحتاجوش انهم يضيفوا الزيت. فانا كيعجبني السلو يكون شويه معلك ومعجن، فغادي نضيف له يعني الزيت، ولكن بالتدريج كنضيف شويه ونجمع باش ما تزيدوش السلو ديالكم اكثر من القياس. خاصه المبتدئات حاولوا تضيفوا شويه ودلكوا السلو ديالكم مزيان. السلو عفوا كيبغي يدليك، يعني كل ما دلكتوه كل ما كيطلق داك الزيوت ديالو كيزيد يتعلق ويطلق داك الزيت ديالو. وصافي باش ما نكثرش، شوفوا معايا هذا هو القوام ديال السلو اللي بغينا. صافي ملي كنبقى ندلكو كنحس به هكا بقى كيتكور لينا، صافي كنحبسو الزيت ما كنزيدوش. فهنا راني دخلت ربع لتر ديال الزيت، كندلكو واحد شويه وها هو السلو ديالي واجد. صافي هنايا مخلط مزيان وكنجمعوه وكنشكلوه كما بغيتو، كيتشكل معنا كما بغينا، يعني الشكل اللي بغينا نحضروا منه. بغيتو تحطوه غير هكا وكنحتفظوا به هكا في لي بواط كنسدوه مزيان. السلو ما غاديش يخسر معكم الا احترمتوا هاد النصائح هادو، ممكن يبقى لكم حتى العام ما يطرى ليه حتى شي حاجه. وكنحتفظوا به في واحد المكان يعني ما يكونش سخون بزاف. فشوفوا القوام ديالو من الداخل كيجي رائع جدا، واحد القوام واحد القرمشه، يعني غير اللوز حاولوا تخليوه هكا شويه باين وكاوكاو ماشي مشكل، الا بغيتو تهربشوه يعني ماشي مشكل. صافي شوفوا معايا تيجي معلك وتيجي مقرمش وتيجي بنين، والاهم انه صحي، يعني ممكن تشكلوا منه هكا الشكيلات لوليداتكم للمدرسه يعني، ولا هكا تحطوه الضيوف ديالكم تجي رائع جدا. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. بالنسبه اللي بغى سلو بالدقيق ديال القمح فراني شاركت معكم الفيديو العام الفايت، فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. صحه وراحه.